الفيديو ده هقول فيه افضل 11 لاعب انا شفتهم من ساعه ما شجعت الاهلي لحد دلوقتي. افضل 11 لاعب لعبوا في الاهلي في الفتره دي. يلا بينا. هنبتدي الاول بحراسه المرمى. كابتن عصام الحضري افضل حارس مرمى في تاريخ مصر، دي من وجهه نظري يعني. الباك رايت هيبقى احمد فتحي. طبعا لا خلاف على احمد فتحي ان هو من افضل الباكات اليمين اللي جه في تاريخ مصر. ممكن يكون قبله في لعيبه حلوه بس انا بصراحه ما حضرتهاش، فانا هحط كابتن احمد فتحي. اثنين سنتر باك هيبقى محمد عبد المنعم، بصراحه من افضل المدافعين اللي انا شفتها في مصر في الفتره الاخيره كلها، او مثلا من ساعه ما رجعت كوره. وكابتن وائل جمعه طبعا جنبه، ده الاساس يعني. وائل جمعه الاول وبعدين محمد عبد المنعم. باك ليفت هيبقى كابتن علي معلول، طبعا ما فيهاش كلام. علي معلول افضل باك شمال جه في تاريخ الدوري المصري. اتنين نص ملعب هيبقى محمد شوقي، من افضل اللعيبه نص ملعب اللي جت في تاريخ مصر. وحسام غالي افضل لاعب انا شفته يعني. ده حبيب قلبي كابتن حسام غالي، افضل نص ملعب انا شفته. هيبقى قدامه طبعا كابتن محمد ابو تريكه، افضل لاعب جه في تاريخ مصر في الحته ديت يعني، او افضل لاعب في تاريخ مصر بشكل عام. الاسطوره كابتن محمد ابو تريكه. هاف رايت وليد سليمان. كابتن وليد سليمان لعيب صراحه كان ايجابي جدا، لعيب قوي، لعيب كان فدائي. هاف ليفت هيبقى محمد بركات. كابتن محمد بركات من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر كلها. مهاجم صريح هيبقى كابتن عماد متعب، من افضل المهاجمين اللي جت في تاريخ مصر برضو. دول التشكيله اللي انا شايفها من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي في الفتره اللي انا اتفرجت عليها كوره. لو حد عنده اي مشكله او حد عنده لعيبه احسن او عنده تشكيله احسن، يا ريت يكتبها لي في كومنت.